مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على شي حاجة كتبان بحال شي فيلم تجسس. أيوة تماما. فكرتوا شي مرة باللي ممكن شي حد يتصنت على شنو كتكتب في الكلافي ديالك؟ ماشي بالكاميرا، لا، لا. بالضوء. يعني يستعمل شعاع ليزر من برا، يضربوه في الشرجم ديال الدار ويعرف الحروف اللي كتطابيها. هادشي بصح. هاد الفكرة هي اللي غادي نغوصوا فيها، وهي مستوحاة من محاضرة مهمة ديال سامي كامكار في واحد المؤتمر سميتو DFCON. إذن ماشي خيال علمي؟ لا، ماشي خيال علمي بالمرة. هي كتعتمد على مبادئ فيزيائية بسيطة بزاف، ولكن ملي كتجمعها كتعطيك نتيجة مدهشة. مزيان. إذا الهدف ديالنا اليوم هو نفهموا كيفاش هالتقنيات اللي كتبان معقدة كتخدم، كيفاش زعما الفيزياء ممكن تولي أداة تجسس. بالضبط. كامكار ركز على واحد الفكرة أساسية بزاف: الطاقة هي المعلومة. هاد جوج كلمات مرتبطين كتر من ما كنتخايلوا. كيفاش الطاقة هي المعلومة؟ يعني الطاقة ماشي غير قوة وصافي، هي كتقدر تحمل بيانات بحال ديك الزنة، فهمتي؟ اللي كتسمع في الباف ديال البيسي ولا الراديو قبل ما يوصلك شي ميساج في التليفون. كنسمعها مرة. هذيك إشارة كهرومغناطيسية كتسرب. أو مثلا يقدر شي واحد يعرف نوع العملية اللي كيدير شي بروسيسور USB غير من الطريقة باش كيستهلك الطاقة. يعني الطاقة فيها معلومات مخبية. أوكي، فهمت. وهاد شي عنده علاقة بالموجات ياك؟ أكيد، حيث الضوء، الصوت، الراديو، كل شيء عبارة عن موجات، وعندهم تقريبا نفس الخصائص. بحال الساعة، التردد. أي السعة لامبليتود، والتردد اللي هو الطول الموجي لا فريكونس، والطور لا فاز، وكيتفاعلوا مع أي حاجة بنفس الطرق تقريبا. كيتم امتصاصهم، كينعكسوا، كينكسروا. بحال الضوء في المراية ولا في الماء. هي هذيك. وحتى دوك السماعات اللي كينقصوا الصداع، النويز كانسلينغ هيدفونز، كيخدموا بنفس المبدأ ديال تداخل الموجات الانترفيرونس. كيصوبوا موجة معاكسة لموجة الصداع باش يلغيوها. كل شيء راجع للكهرومغناطيسية. مزيان. كاين شي نقطة أخرى مهمة في الفيزياء ديال هاد الشي؟ كاينه واحد الحاجة مهمة بزاف، وهي أن بزاف ديال العمليات الفيزيائية كتخدم في جوج ديال الاتجاهات. كيفاش يعني؟ نعطيك مثال بسيط: الباف مكبر الصوت، الدور ديالو يخرج الصوت يات. طبعا. ولكن إلا شديتي نفس الباف ودخلتي الخيط ديالو في البلاصة ديال الميكروفون في البيسي مثلا، غادي يقدر يلقط الصوت. بصح. أيوة، بجودة ماشي ممتازة، ولكن غادي يخدم كميكروفون. كيحول الاهتزازات الميكانيكية لإشارة كهربائية. نفس الشيء ال LED الصغير، البولة الصغيرة، هي كتضوي، ولكن إلا ضرب فيها الضوء تقدر تولد واحد شوية ديال الكهرباء. واو، هادشي ما كنتش عارفه. هاد القضية ديال العكسية هي المفتاح باش نفهمو التنصت بالليزر. المستشعر اللي كيشد الليزر اللي يرجع من الشرجم هو في نفس الوقت بحال شي ميكروفون حساس لديك الاهتزازات ديال الضوء. إذن الفكرة ديال الميكروفون بالليزر ماشي شي حاجة اللي اخترعها كامكار من الزيرو. لا، عندها تاريخ. كاين واحد الجهاز قديم بزاف من الأربعينات سميتو الشيء The Thing، اخترعوا ليون تيرمين. كان جهاز تجسس كيخدم بموجات الراديو ماشي الليزر. أوكي. ولكن الفكرة ديال الليزر أبسط. في المبدأ كيترسل الليزر لواحد السطح كيهتز بحال الجاج ديال الشرجم اللي حدا شي واحد كيهضر. الزاج كيهتز مع الصوت؟ أيوة، وخا اهتزازات صغيرة بزاف. الليزر اللي كينعاكس من داك الجاج كيرجع وهو كيهتز بنفس الطريقة. صافي كتشدو بمستشعر ديال الضوء اللي كيحول ديك الرعشة ديال الضوء لإشارة صوتية. كامكار تأثر بزاف بواحد محاضرة قديمة في ديفكون 17 ديال شي باحثين سميتهم باريساني وبيانكو. ولكن قلتي كامكار لقى مشكل في الجودة. بالضبط. هاد الميكروفونات الليزرية القديمة كانت عندها مشكلة كبيرة مع الضجيج. الضجيج ديالاش؟ ديال الترددات المنخفضة، ديك الزنزينة ديال 60 هرتز اللي كيجي من الشبكة ديال الضوء، والضجيج ديال الأجهزة الإلكترونية الأخرى. كلشي كيتخلط مع الصوت الحقيقي اللي بغيتي تسمع، وكتولي تسمع غير البروي. إيوا شنو الحل اللي لقاه كامكار؟ هذه هي النقطة المهمة ياك؟ هادي الحل ديالو كان ذكي بزاف: التضمين بالتردد الراديوي RF modulation. شنو هو هذا التضمين؟ عوض ما يخلي الليزر شاعل بنفس القوة طول الوقت، ولا كيشعلو ويطفي بسرعة خيالية، زعما بسرعة عالية بزاف، بحال 400 ألف مرة في الثانية، 400 كيلو هرتز. 400 ألف مرة؟
بزاف هادشي. إيه، بحال إلا هز داك الصوت اللي بغى يسمع من المستوى العادي وطلعوا الفوق لواحد طبقة الترددات الراديوية العالية بزاف، بعيدة على داك الضجيج ديال 60 هرتز والضجيج الآخر. فهمت. بحال إلا بدل القناة باش يهرب من التشويش. بالضبط، هكا الإشارة اللي فيها الصوت الحقيقي كتولي نقية حيت هربات من المنطقة ديال الضجيج. هذه فكرة عبقرية، ولكن أكيد غتحتاج شي تجهيزات خاصة باش تطبقها. ضروري كيخصك بعدا مصدر ليزر يقدر يتشعل ويطفى بهذه السرعة يدعم التضمين، ومستقبل ضوئي يكون حساس ومضخم باش يكبر الإشارة امبليفيكاتور. أوكي. وكيخص واحد الجهاز سميتو محول رفع التردد up converter اللي كيزيد يطلع ديك الإشارة لترددات يقدر يلتقطها جهاز راديو معرف برمجيا اللي هو ال SDR. Software Defined Radio، شنو هو هذا؟ هو بحال شي راديو ولكن مرن بزاف، كتشدو بالبيسي، كتقدر تبرمج البيسي باش يعالج الإشارة اللي شدها ال SDR. كامكار استعمل واحد سميتو USRP B200. ومن بعد المعالجة كتكون في البيسي. أيه، كتستعمل برامج بحال جنو راديو باش تعالج ديك الإشارة الرقمية، ومن بعد برامج أخرى بحال إيزوتوب RX باش تصفي الصوت وتنقيه مزيان. وكاين تفصيل آخر، كامكار استعمل ليزر تحت الأحمر infrared علاش تحت الأحمر؟ باش ما يتشافش بالعين المجردة، كيكون تجسس خفي كتر. ولكن هنا كيخصك كاميرا تحت حمراء باش تقدر توجه الليزر بدقة للشرجم. واو، نظام متكامل بصح. دابا جمعنا الصوت نقي، كيفاش غادي نعرفوا شنو تكتب في الكلافيي بالضبط؟ مزيان، ملي كنجمعوا هذا الصوت النقي كتبقى أهم خطوة نفهموا شنو فيه. وهنا فين كاين الذكاء ديال التقنية، فاش كتكون كتكتب على شي بورتابل كل مرة كتورك على شي زرار كدير واحد الاهتزازة صغيرة في البيسي كله. اهتزازة واخا تكون خفيفة. واخا تكون خفيفة بزاف، ديك الاهتزازة كتمشي في البيسي وكتنتقل لأي حاجة لمساها بحال الطابلة اللي محطوط عليها أو حتى الزاج ديال الشرجم إلا كان قريب. والنظام ديال الليزر كيشد ديك الاهتزازة اللي وصلت للزاج. بالضبط، كيلتقط دوك الاهتزازات الصغيرة بزاف اللي وصلت للزاج، والمدهش هو أن كل زرار كل حرف عنده بحال شي بصمة اهتزازية خاصة به. بصمة اهتزازية؟ أيه، الصوت ديال الضغطة ديال حرف أ ماشي هو ديال حرف زد، كاين اختلاف في الترددات اللي كيطلقها كل زرار. هنا كيجي الدور ديال البرامج بحال كيتاب 3 اللي ذكرها كامكار. شنو كدير هاد البرامج؟ كتحلل دوك الاهتزازات اللي تجمعات، كتشوف الترددات اللي فيها وكتقارنها بواحد قاعدة بيانات ديال البصمات الأزرار اللي عندها، بحال اللي كتحلل شي شفرة بسيطة، كتعرف التسلسل ديال الحروف اللي تورك عليها. هادشي خطير. شحال ديال الضغطات كيخص باش ينجح هاد التحليل؟ على حساب البحث، كيخص جودة صوت توصل تقريباً 3 كيلو هرتز وعينة كافية من الضغطات، يعني بين 100 و 200 ضغطة، باش البرنامج يقدر يتعرف على النمط ويبدأ يفك الحروف بدقة. 100 ضغطة ماشي بزاف، يعني ممكن يتصنتوا على كلمات المرور على ميساجات من الشرجم. بصح كتخلع هاد الفكرة. ذكرتي شي حاجة أخرى جانبية اكتشفها؟ وهو خدام في التجارب لاحظ بالصدفة أن الكاميرا ديال التليفون ديالو فاش كتكون خدامة كتبقى تطلق نقط صغيرة ديال الضوء تحت الأحمر. علاش؟ هادوك جايين من واحد المستشعر سميتو اللايدار، كاين في بعض التليفونات كيستعملوه باش يقيس المسافة بدقة، مثلا في تصوير البورتري. أوكي، وشنو الفايدة؟ الفكرة اللي جاتو هي أنه ممكن نصوبوا جهاز بسيط كيكتشف داك النمط ديال النقط تحت الحمراء، وإلا اكتشفوا يعلمك باللي راه شي واحد موجه الكاميرا ديال تليفونه ليك واخا يكون مازال ما بداش كيصور، بحال شي كاشف ديال التجسس بالكاميرا. فكرة مثيرة للاهتمام حتى هي. إذن خلاصة هاد الغوص ديالنا اليوم، الضوء ممكن نستعملوه باش نتصنتوا على الصوت وحتى نعرفوا شنو كيتكتب في الكلافيي عن بعد. أيوة، عن طريق استغلال مبادئ فيزيائية بسيطة ولكن مع إضافة تقنيات معالجة الإشارة متقدمة، بحال داك التضمين بالتردد الراديوي اللي جابوه أمكار، هو اللي حل مشكلة الضجيج اللي كانت عائق كبير. وهاد الشي كالو كيخلي الواحد يفكر، ياك؟ أكيد، كيخلينا نطرح واحد السؤال أعمق للتفكير. إذا كانت حوايج كتبان لينا عادية بحال التقلبات الصغيرة في الطاقة اللي كنستهلكوا أو البصمات ديال الحرارة اللي كنخليو مورانا أو حتى الاهتزازات الخفيفة اللي كنديروا وإحنا كنكتبوا، كلها ممكن تكشف معلومات حساسة علينا. إذن شنو كيبقى المعنى الحقيقي ديال الخصوصية؟ بالضبط،
شنو هي الخصوصية في واحد العالم اللي ممكن فيه نلتقط ونفهم حتى الطاقة نفسها اللي كتحيط بينا؟ سؤال كيستحق نفكروا فيه.